دكتور أحمد مجدي استشاري الأورام، يعني أهلا بحضرتك، وسعيدة جدا إن هم دعوني أعمل مع حضرتك حوار علشان ننشر الوعي بعمل الكشف المبكر لسرطان الرئة. بس لما يعني دعوني لده أنا كنت فرحانة علشان ننشر الوعي يعني بمرض خطير زي ده إن احنا نتجنبه، وكمان كنت قلقانة أنا ليه أدعو الناس وأنا كمان أروح أعمل كشف مبكر بمرض أنا مش حاسة بأعراضه. هو يعني ده يعني ليه أفول على نفسي وعلى الناس؟ بصي، انت معاكي حق. هو دايما معروف ان ده المرض الوحش، اوكي، ومحدش بيحبنا اصلا، ما حدش بيحب التخصص بتاعنا ودكاترة الأسنان و... بس هزود عليك، انا هبدا بقصه صغيره. انا مره رحت ازور المدرسه، يعني بفتكر بقى ايام زمان، والمدرسين راح اسلم عليهم، فقابلتني مدرسه بتقول لي احمد ازيك، اخبارك ايه، بقيت ايه؟ قلت لها انا بقيت دكتور الحمد لله. قالت لي ما شاء الله طول عمرك شاطر، تخصص ايه؟ قلت لها اورام. قالت لي اعوذ بالله عن اذنك، وراحت سايباني وماشيه. فاحنا عامه ما حدش بيحبنا، بس الرساله المهمه جدا 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 ان الورم لو اتمسك بدري نسبه الشفاء بتصل up to 98%. دي نسبة كبيرة جدا جدا، لان اورام الرئه عيبها الوحيد ان هي دايما تكتشف في مراحل متاخره. مراحل متاخره يعني المرض انتشر ويبقى العلاج بالنسبه لنا صعب، بيبقى عباره عن اتحكم في الورم لكن مش اخفيه خالص. انما لو مسكته في مرحله بدري البني ادم بيخف تماما. عشان كده مهم ان انا اكشف حتى لو ما عنديش اعراض، عشان لا قدر الله لو في مش حاسه الحقه اكتر ويبقى نسبه الشفاء كبيره. بالظبط 98% زي ما بالظبط. حضرتك قلت. بس احنا مش جايين نخوف الناس. مش كل الناس لازم تعمل كشف مبكر للرئه. مش كل الناس، لا، امال مين؟ احنا العلم ورالنا ان احنا في ناس معينه هي اللي لازم ناخد بالنا منهم، اللي هم بيشربوا علبتين سجاير في اليوم الواحد لمدة 20 سنة وسنهم فوق 50 سنة. لكن العامة الناس العادية اللي ما بتشربش أو اللي بيشرب سيجارتين 3 في اليوم، دول بيسموهم اللو ريسك كاتيجوري، ودول مش محتاجين نعمل لهم حاجة. طيب اللي محتاج يعمل تشيك اب ويشوف ويطمن على نفسه، ايه الاجراءات؟ يعني الكشف بيتم ازاي عشان الناس بتبقى قلقانه وهي رايحه تكشف على نفسها؟ طيب حلو قوي. هو هيروح الاول للدكتور اللي ما بيحبهوش، اللي هو دكتور الاورام، وبعدين بنسمع صدره ونشوف الاعراض اللي موجوده عنده، ونطلب حاجه اسمها لودو سي تي او اشعه مقطعيه بدون صبغه. فبالتالي برضو من احدى الخرافات اللي ماشيه، طب دكتور ما انا هتعرض لاشاعات فده هيجيب لي كانسر. لا طبعا، لان اللودو سي تي او الاشعه المقطعيه اللي بدون صبغه اللي هي قوتها ضعيفه جدا، ادق بكتير من اشعه الصدر العاديه، وما بتعملش اي خطوره ولا تمثل اي خطوره للمريض. طيب لو لقينا حاجه يا دكتور موجوده جوه هنعمل ايه؟ احنا سمعنا لو خدنا منه عينه هيهيج ويتجنن بالظبط وينتشر. الكلام ده برضو خرافات طبيه. اوكي. مفيش ورم بيتعالج بدون عينه، لان العلم دلوقتي اتطور. احنا زمان كنا بنعالج سرطان رئه على انه نوع واحد، النهارده احنا اكتر من 15 نوع، وكل نوع بيتعالج بطريقه مختلفه. فبالتالي العلم اتقدم قوي ومبقاش خلاص الموضوع هو سرطان رئه يلا نديله علاج وخلصنا. طيب ماذا ما قبل الكشف؟ أنا يعني حد رايح يكشف، هل في إجراءات معينة بيعملها زي إنه يصوم، يشرب مية كتير، مش يعني هل في حاجة كده قبل الكشف؟ لا، لان ده بدون صبغه، فبالتالي احنا مش قلقانين خالص، ولا هنعمل تحاليل، ولا محتاجه صيام اصلا. الموضوع فيري سيمبل، بسيط جدا جدا جدا، وبياخد بالظبط على الجهاز من دقيقه لدقيقتين بحد اقصى. خلاص، فبالتالي بنطمن عليه في فتره زمنيه صغيره جدا، وبنطمنه، وان شاء الله لو ما فيش حاجه بتبقى المتابعه بعد سنه بس بهذه يا رب الصوره. ما يبقى في حاجة، يا رب يا دايما. رب. شكرا لحضرتك وعلى المعلومات القيمة دي ميرسي. كلها. شكرا. شكرا لحضرتك.